لا لا ابراهيم حامد، لا لا علي، انا لا اتحدث عن صعب. قمصان لا الفريق، صعب. قمصان الفريق، الوان اللعيبه اليوم في ارضيه الملعب. الجزيره باي لون ونساف باي لون؟ قمصان فريق الجزيره حسب الاتفاق في اجتماع المباراه يوم امس، فريق الجزيره سيلبس اللون القادم اللون الابيض، وفريق ناساف لونه الازرق. طيب والان بعد تغير الجو؟ هذا هو الاتفاق. لا حتى المباراه لا اتصور انه ملابس فريق الجزيره يعني ستتاثر. اللون الابيض اتصور ممكن ان يستطيع اللاعبون ان يلعبون بهذه الملابس بهذه الالوان. طيب جميل. علي كاظم مراسلنا هناك في ارضيه الملعب في هذه الظروف الصعبه، والتي حتى الان لم يستطع الاتحاد الاسيوي اتخاذ اي قرار في هذه المباراة، بالرغم من بداية العاصفة الثلجية على ملعب المباراة منذ 4 ساعات، وحتى الآن ليس هناك قرار بإلغاء المباراة من عدمها. الاحتياط موجودين في الملعب، شالين بطانيات. لا تقول لي هذه بطانيات في الملعب. هي طبعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كابتن عبد الله، كيف توقع سيناريو الشوط الأول إذا أقيمت المباراة؟ يمكن الاسلوب كله سيتغير، والطريقه يمكن في الاجواء هذه انت صعب انك تلعب ايضا الكره على الارض. وايضا ممكن هذا يساعد الجزيره بشيء واحد، ان الجمهور ما راح يشاهد تشجيع. اللعيبه في ارضيه الملعب. مشاهدينا الكرام، اذا الاتحاد الاسيوي يواصل عناده، ولا يوجد من يتخذ قرار بإلغاء هذه المباراة في هذه الأجواء الصعبة جدا لإقامة مباراة كرة قدم. سوء أرضية الملعب، عدم تواجد كرة مناسبة لإقامة مباراة كرة قدم في هذه الأجواء. ستلعب المباراة بقمصان بيضاء لفريق الجزيرة، وستلعب المباراة بكرة بيضاء. كيف ستلعب مباراة كرة قدم في هذه الأجواء كابتن فهد؟ وأعتقد بأن إذا كان القرار لحكم المباراة ما راح تقام المباراة، إذا كان القرار للحكم اللي مبنية على عمل جيد عشان تحقق أهداف للنادي. أتكلم عن أهداف ربحية وأهداف خلينا نقول معنوية للأندية، لابد أنها تضع في عين الاعتبار هاي الأمور. أنا شخصيا حامد، لو أقيمت المباراة أنا أشوف أنها سقطة من سقطات الاتحاد الاسيوي اللي تعودنا عليها. حتى نحن يعني أشوف أن واحدة من المشاكل اللي نعاني منها بشكل عام. شو قلت لك أنا؟ يا جماعة أنا ما قلت لكم الحركة هذه راح تصير. عطنا الصورة، وخر بس يا ريت حكم المباراة يوخر. أنا ما قلت لكم الحركة هذه راح تصير، راح يلونون الكرة وينزلونها في الملعب. توقع يعني. عيد لنا اللقطة يا سعيد إذا ممكن. زي ممكن اللون يروح. لحظة، شوف اللقطة. أنا قلت لك إنهم راح يلونون الكرة بالأحمر وراح تنزل في أرضية الملعب ويلعبون فيها. هذه اللقطة إهداء للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعد ذلك ترسل اللقطة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأن كرة القدم نحن في 2011. لا بس حامد، احنا قاعد نحمل الاتحاد الاسيوي، وحنا نحمل اتحاداتنا اللي هي الخليجيه اللي قاعده تشاهد هذا المنظر وما تتدخل. النوعيه هذه مثل مع احترامي في الاتحاد الاسيوي فيها شخصيات، والله فضيحه، في شخصيات ما يقدرون، والله فضيحه، في شخصيات ما يقدر يدير مقهى وليس اتحاد اسيوي. طيب خلينا نتاخذ علي كاظم.